السلام عليكم الاخوان. قرب الجهوي وانت ولا انت باقي ما درتيش المراجعه فهاد الفيديو ليك حرفيا. علاش؟ حيت هاد الفيديو غادي نعاونك في شحال من حاجه وكما عاونت الناس اللي فيديو اللي قبل اللي ضرب 1000 تبارك الله الاخوان، اول مره شي فيديو ضرب لي 1000، فهاد الفيديو غادي يكون اهم من الفيديو اللي قبل، حيتاش غادي نعطيك شحال من حاجه، نصائح، بروغرام اللي غادي تتبع في هذه المده، واحد الموتيفاسيون اللي غادي تعاونك، واهم حاجه هي اللي غادي تكون في الفيديو في الاخر ديال الفيديو، وما غاديش نقولها الاخوان حتى الاخر ديال الفيديو. فهكاك علاش تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. ولكن قبل ما نبداو الفيديو تخلي معاك واحد لايك واحد ابوني باش نعاونك في هذه الفتره هذه باش تجيب شي نقطه واعره في الجهوي، وغادي نعطيك شحال من حاجه ملخصات وشحال من حاجه غادي تستافد منها في هذه الفتره هذه. فيلا بلا ما نطول عليك، خلي معاك لايك ابوني ويلا ندوز للفيديو. اولا حاجه غادي نبدا لكم بها هذا الفيديو الاخوان، واللي هي شنو تبع انا ما كنتش ما مراجع والو وباش غادي نبدا يحسن. المهم اولا حاجه الاخوان، اول ما غادي تبدا بها اذا كنتي انت باقي ما مراجع والو ما قايس والو، واللي هي الاخوان تبدا بالرياضيات. الرياضيات غادي نعطيك واحد الطريقه اللي غادي تعاونك في شحال من حاجه. هي تمشي تبع معايا هادشي، تشد التليفون ديالك ولا بيسي اي حاجه كانت عندك الاخوان، هادشي تقلب على الدروس كاملين. بشحال من واحد نعطيك واحد جوج الامثله اللي غادي يعطيوك الشرح ديال الدروس كاملين في 6 سوايع ولا 7 سوايع. كاينه رابع الغزواني، هذا واحد الاستاذ اللي فهمتي عنده واحد الخبره وكيعاون بزاف ديال التلاميذ، وثاني واحد اللي هو استاذ ايمان. هادو الاخوان هادو جوج اساسيين اللي كيعطيوك ملخص بحال ما كدير الدروس الاعوام كامله، كيعطيوها لك في فيديو واحد فيه 6 سوايع 7 سوايع 8 سوايع. وهاد 7 سوايع ولا 8 سوايع راه مزيانه مقارنه بداكشي اللي دوزت العام كامل. يعني الا تبعتي في داك الفيديو غنهار راه مزيان. اول حاجه غادي تبدا تتبع مزيان، واللي مخدم عقلو راه غادي يفهمني شنو بغيت نقصد. خصك تكون ما تزيد اللقطه تكون فهمتي داكشي اللي قبل. المهم الاخوان وحاول تفهم. من بعد ما غادي تتفرج في داك الفيديو من الاول حتى الاخر وما تزقل فيه حتى شي حاجه وتفهم منه داكشي الفاليو اللي كاين، تدخل عاوتاني لاشي اللي تبعتي معاه بحال الربيع الغزواني ولا الاستاذ معاه وتقلب على التمارين. درس كذا درس مثلا بحال ما كان نديرو الجذر مربع، المهم شنو سميتو الداله الدوال الهندسه. المهم اللي بغيتو الاخوان انت قلب، انت دخل وقلب على الدروس. ما انا قلبت على الدروس شنو غندير من بعد؟ ثاني حاجه واللي هي غتبدا تخدم التمارين غادي تعطيهم 3 ايام يومين، الا مبغيتيش تعطيهم بزاف ديال الوقت تعطيهم نهار ونص. وغادي تتبع مزيان، حاول تركز، ولا ما فهمتيش التمرين ما تبقاش تقول صافي انا ما غاديش نكمل. لا، خصك تكمل صديقي، صبر وعاود صبر، بقى لك والو مده قصيره وغادي تهنى من هاد الجهه وهادشي كامل الاخوان. والعام الساكن ما يدوز عندك ايزي كما دوزت وانا ايزي، وان شاء الله غادي نوريكم التجربه ديالي في العام ديال الساكن. المهم من بعد ما غادي تسالي البروغرام تبدا تخدم التمارين، غادي يجوك التمارين صعب ولكن حاول نعاون. الا ما عرفتيش ادخل الجيميناي، ماشي دابا كنقول لك نقل، ما تنقلش، انا كنقول لك هادشي ديرو في الدار. دخل جيميناي، ما فهمتش هاد اللعبه هاديك كتبالو باللغه العربيه، لم افهم هذا السؤال، اعطيني شرح مباشر. غادي الجيميناي غادي يعطيك واحد الشرح اللي مباشر، وداك الشيء انت غادي تحاول تبدا تفهم شنو كتب جيميناي، ولا سولتي جيميناي راه غادي يشرح لك. المهم الماده الرياضيات الاخوان خصكم تركزوا فيها وان شاء الله تجيبوا فيها شي نقطه. غادي ندوزو للفيزياء. دير الفيزياء ما نزيدش نطول عليكم بزاف ونبقى زعما كنا باغي نجمع الفيوز ولا شي حاجه، انا باغي نعاون الدراري والدريات اللي كيتبعوني باش ينجحوا في الجهوي. المهم الفيزيكا الاخوان غادي ديروا نفس الامر الرياضيات. ما تقول لي هيثم مثلا مع من نتبع الفيزيكا الاخوان تتبعوا مع جوج اساسيات، ادرار فيزيك والطب فيزيك شيمي. هاد جوج اساسيين من افضل الاساسيات اللي كيشرحوا الفيزيك، ولكن ما كيديروش داك الشرح ديال الدروس كاملين. ولكن وقيلا طب فيزيك شيمي وقيلا كيدير، اما درا الفيزيك ما كيديرش الاخوان. غادي ديروا نفس اللي طبقتو غادي تعاودوا تما. الفيزيك كنقولها تاخذ لكم واحد 3 ايام 4 ايام دوزوا فيها نهار غير ديال الدروس، حاولوا تفهموا الدروس الاخوان. الغد ليه يومين ديال التمارين، حيت الفيزيك فهمتي كتعتمد شويه على العقل وداك الشيء. حفظ القواعد حفظهم الاخوان، حاول تحفظهم. القواعد راه اصلا ما عندكمش قواعد بزاف ساهلين. انا في الجهوي دازت لي الفيزيك سهله بكل رجل الاخوان. الفيزيك ما صعيباش. المهم باش تحفظ القواعد تبدا تخدم التمارين ودير نفس الامر الفيزيك. ايزيتا الاخوان كاين استاذ واحد اللي قلت لكم عيسي تي في، غادي تبداو تتبعوا معاه
ياك، والإسفيتي راه ما فيهاش الدروس بزاف، فيها 7 ديال الدروس راه تقدروا عليها على غير في نهار ولا يومين تقدروا تساليو الإسفيتي كاملة. إسفيتي يومين تقدر تساليها كاملة. أنا باش بقى ليا شي سيمانة بحال هكاك الجاية قالت لي الإسفيتي هي الأخرى، عطيتها 3 أيام ولا يومين ديال المراجعة وجبت فيها 16 والله ما نعرف، بقيت عاقلة الإخوان. ولكن الإسفيتي راه إن شاء الله تجيكم ساهلة. بالنسبة للتربية الإسلامية، التربية الإسلامية الإخوان عليكم بجوج نصائح القيمة ولا بد خصكم تتبعوها، واللي هي تحفظ القرآن. من مورا ما تحفظ القرآن تحاول تشد المصطلحات وتحاول تفهم المصطلحات بحال هكا. حاول تاخذ منهم جوج كلمات كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، جوج كلمات اللي كيخليو المصحح الا شاف دوك جوج كلمات اللي كيكونوا مهمين في التعريف غادي يقول هذا فاهم. غتشد دوك جوج كلمات تحطهم في التعريف. الدروس ديال التربيه الاسلاميه ساهلين، حاول غير تفهمهم ويكون عندك واحد الشكل تعبيري في التربيه الاسلاميه راه غادي تجيب شي نقطه واحده. والماده اللي مخوفه شحال من واحد واللي هي الاجتماعيات الاخوان فيها الحفاظه بزاف بلا كذوب، خاصك تحفظ فيها. الاجتماعيات راه كنقول تقدر هي تاخذ داك الوقت اكثر من المواد العلميه. الاجتماعيات طبق معايا هادشي كالتالي: هادشي الظروف، غتحاول تجبد دير التلخيص ديالك بوحدك. انا كنعاونك ملخصات في الانستغرام اللي عندي. باي ذا وي اللي بغى الانستغرام ديالها كاين في صندوق الوصف. المهم كنعاونك بملخصات، ولكن من الافضل انك تكون كدير انت الملخصات ديالك، ولا ما كنتيش كتفهم دير ملخصات عاد تستعمل ملخصات اخرين. مثلا انا انا ما كنعرفش ندير ملخصات، نعطيك جميع الاحتمالات باش تجيب شي نقطه واعره. الا ما عرفتيش مثلا تلخصهم بوحدك شنو غدير؟ هادشي جوجل دير ملخص درس مثلا الحرب العالمية الثانية، ملخص درس ديال التربية على المواطنة، ملخص درس ديال التاريخ بحال هكا. وغادي يطلعوا لك كاينه بزاف. تما فين تلقى بزاف ديال الملخصات. حاول تكتبهم وتعطي الفاليو اللي فيهم، يعني اللي فيهم النقط بزاف ياك. تقول لي هايتم واش انا صافي من غادي نسال الاجتماعيات نعتبر ساليت؟ لا، انت راه باقي ما ساليتي. هنايا فين غادي تجي العربيه الاخوان. من موراها غادي نعطيكم واحد النصيحه اللي مهمه في الاخر ديال الفيديو. المهم العربيه الاخوان سهله، تيقوني دوزت الجهه والعربيه ساهل. الا وخصوصا العربيه ما كتحتاجش الحفظ بزاف، فهم. اسم الاله الفعل المفعول به وما داكشي ساهل. الاعراب العربيه سهله، خصك تفهم تخدم مع عقلك. واهم حاجه اللي غادي تعاونك في العربيه واللي هي التعبير. زائد بغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي ما غادي يقولها لكم حتى شي واحد في اليوتيوب هذا كامل، واللي هي التعبير الانشاء اللي شحال من واحد كيحضر. التعبير الانشاء اخوان خصك تعرف ديك المنهجيه. كيكونوا عندكم جوج منهجيات، والله نسيتهم الاخوان، ولكن جوج منهجيات خصك تعرف الطريقه ديال الكتابه ديالهم. واخ الفيزيك والدروس كانوا يساليناهم خاصك تطبق هادشي، وان شاء الله غادي تجيب شي نقطه. ولكن ما تعقدش تقول غدا نبدا مع تسالي هذا الفيديو نيشان نبدا مع تسالي هذا الفيديو هذا، والنصيحة الأخرى اللي مهمة نبدا. واخ تقول لي شنو هي النصيحه الاخرى؟ المهم النصيحه الاخرى الاخوان واللي هي باش تسالي هادشي، باش تسالي هاد الدروس هادو دوز الجهويات. الا كنتي هذه اهم حاجه. الا كنتي مثلا بقالك 4 ايام يومين 7 ايام، شنو غدير؟ مثلا الا تفرجتي في هذا الفيديو معطل، نيشان مشي بدا بالجهويات. نيشان مشي بدا بالجهويات. واخا ما فهمش حاول الاستاذ كيشرح وانت كتفهم. بقات لك 3 ايام 4 ايام، المهم حط 50. الا كانت باقا لك 6 ايام بقى لك الوقت فين تنهي هاد المواد هادو. ولكن الا بقات لك هاد 5 ايام هادي ولا 4 ايام، نيشان دوز الجهويات. خدم الجهويات ولو نيشان خدم الجهويات. والجهويات راه هما اللي كيشكلوا الفرق ما بين تلميذ جاب النقطه ديال 19 وما بين تلميذ جاب النقطه ديال 9 ولا 8. المهم الاخوان هادشي اللي كان في هذا الفيديو. حاولت نعطيكم كلشي الاخوان. في الاخر ما تنساش خلي معاك حط لايك وحط ابوني، وسمحوا لي بزاف فهمتي بعد ما عرفت كيف كثرت في المونتاج وداك الشيء. كما كتعرفوا عندي براند ديال الروايق وداك الشيء الاخوان وشحال من حاجه. هادشي اللي كان الاخوان ما تنساش خلي معاك حط لايك وحط فولو. كان معاكم هيثم من هنا اليومين ولا 3 ايام يكون عندكم فيديو في يوتيوب، وتهلا.